كابتن رضا تحياتي ليك. حبيبي يا روح، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كابتن ابو الدهب حبيبي يا روح، اخبارك ايه؟ كله الفل تمام؟ كله زي الفل. كنت بتبص لي صح؟ انا كنت ببص بطرف عيني كده وعارف وانا بتكلم ان انت ايه عايز تقطعني، بس عشان مره لا لا خالص، وانا بقول حاجه انت قطعتني، فانا قلت لك كابتن والنبي ما بتكلم لو سمحت ما انا تقطعنيش. سكت ما اتكلمتش. سكت ها؟ بس ما كنتش هقطعك لان كنت اتكلمت صح. كلامي صح؟ اول مره تتكلم صح. اول مره. بس في نقطه هنا يعني في ملاحظه عليها. اتفضل. انت بتقول خالد بيبو اللي بيهاجموا ما تهاجموش خالد بيبو، هاجموا الاداره، ما يقدروش يهاجموا الاداره. ده بقى اللي بيقول لك ايه، ساب مش عارف طب ايه ومسك ومسك ايه. معلش انت عايز يعني ليه يهاجموا اصلا؟ لا سيد عبد الحفيظ كان عمل ايه؟ كابتن بص ماليش دعوه كان لا سيد عمل لا ايه. لا مش انا كاداره عندي استراتيجيه ان انا لا حان الوقت ان انا اقدم الكلام ده وجه جديد وجه جديد يا عم. لا يكون كادر محترم. ايه المشكله؟ لا في مشكله. لا مفيش مشكله. لا في مشكله. انت عارف بقاله كام سنه؟ ماليش دعوه كام سنه. انت ما مشيتوش على فكره ليه؟ سيد عبد الحفيظ نفسه وده من الشخصيات المحترمه جدا يقول لك لازم يبقى في لا 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 لا, لا سيبك من الكلام ده. انا مش هحب نفسي اكتر منك. تمام. او مش هحبك اكتر من نفسي. متفق معاك. واخد بالك؟ هي المشكله كلها دلوقتي هو القرار بتاع خالد بيبو اللي جه قال للجماهير انا جاي وفرض، ولا مجلس الاداره اللي جابه؟ ايوه ماشي، بس خالد بيبو عمل ايه يا كابتن؟ ايوه ما انا يعني قول لي يا حبيبي، ما انا بتكلم على اللي بتهاجموه ليه. مش هو صاحب القرار. القرار ده بتاع مجلس اداره. تمام. واخد بالك؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، انا قلت لك سابوا مش عارف ايه ومسكوا في ايه. طب انتوا خايفين تمسكوا في الاداره ماسكين في خالد؟ ما خالد مش هو صاحب القرار ان هو امشي سيد عبد الحفيظ واجيبه واجي انا يعني. انت واخد بالك؟ دي خلاص. لا انا زعلت جدا من الهجوم ده يعني الحقيقه. لا ما هو بص اسمعني. ما انت لازم تعرف ان في كتايب ولجان ومواقع، والمواقع دي ما بتشتغلش لكده لوجه الله. في حد بيحركهم زي ما احنا كده، في حد بيحركهم علينا وعلى ده وعلى ده وعلى ده. ما خلي بالك الناس الفاهمه اللي هي ما بتقعدش على التليفون لما تسمعك بتقتنع بكلامك. هي دي الناس الفاهمه اللي بعيده عن ان هي تمسك تليفون وتشتمك. اللي بيشتمك ده وبيخش فيك ده موجه، ده بيقبض. واخد بالك؟ ده شغال تبع موقع لجنه المواقع الالكترونيه، كل الكلام ده، فكله بيستفيد دلوقتي. واخد بالك؟ انما اللي هو الراجل العادي المحترم اللي بيحب الكوره بجد وبيحب الاهلي بجد ومنتخب مصر بجد والزمالك بجد، كبيره لما يقول لك يا رب النصر النهارده للاهلي او للمنتخب او للزمالك، ده يوم ما يكتب. لما بيخسر يقول لك ده الراجل المحترم، يقول لك السبب مثلا فيتوريا، كولر، اوسوريو، ده الراجل المحترم. انما يسيب الجوهر اللي هو سبب في الهزيمه ويقول لك انت بتتكلم ليه عن الاهلي؟ ليه انت بتنتقد؟ ليه انت مش وطبعا انت عارف بقى الاسلوب كمان وده بيبقى سكريبت مكتوب لهم. تلاقي اول واحد بيقول والتاني والتالت داخلين مثلا 600 واحد ورا بعض بيقولوا نفس الكلام. عشان ما نروحش لحته الاداره اللي انت اتكلمت فيها، الحقيقه حته الاداره انا بشوف ان اداره النادي الاهلي، يعني قبل ما اروح لك في الجزء الفني وده الاهم، يعني انا هقول النقطه دي ونتكلم فني. بتعمل عليها، بتجيب لعيبه، لا باستقرار، فلوس اللعيبه، مستحقاتهم. هو النادي الوحيد اللي معسكرات موجوده في بره. مش عايزين بقى نقعد نطبل كتير. لا انا ما بطبلش، هو ده الحقيقه على ارض الواقع. بص لا على ارض الواقع بتجيب معاك فلوس وبتجيب لعيبه، مش هي اللي لا هو انا عايز ايه من اداره جايبه 5 بطولات للفريق في موسم واحد؟ طب وايه يعني؟ طب نجاح ما بعده نجاح الحقيقه. اللي قبليه ما هي يعني الزمالك عمل كده والزمالك يا عم الزمالك سيبك، ده هم ما يتلم. طيب ما انت ده كان عندك واحد مضيع الدنيا. طب بس خلاص سابها عمرها ما بتحصل. ده انت يبقى اداره هي ما بتبقى كويسه حبيبي. لا في اداره، بص في اداره ما تجيبليش هنا اداره حلوه عشان لا يا حبيبي انت سبتها عشان تدمر، وفي اداره تانية انت بتساندها بمجرد ما تقول ايه تخسر ماتش. انت لسه بتتكلم بتقول ايه احنا بدأنا الموسم. بدأت الموسم والحكم عشان مش محمود البنا ولا عبد العزيز السيد ولا مش عارف امين عمر، عشان كده انت خسرت امبارح. لا ليه يا كابتن؟ ثانية ماتش السوبر الاهلي. لا ما هتحافظ على الكلام بتاعك ده يا كابتن. لا هتكلم ورد عليا. لا مالناش دعوه. لا الحكام بتوعنا ناس كويسين ومحترمين بشهاده الزمالك في ماتشات الاهلي والزمالك كتير. ماتش السوبر انا ماتش السوبر للاهلي وبيراميدز، ضربه الجزاء اللي حسبت الكهرباء كانت ضربه جزاء. يا كابتن انت بتجيب حاجات ما اشمعنى بقى امبارح تقول لي كانت ضربه جزاء؟ طب انا هسالك سؤال، الهدف اللي جابه الكهرباء لو انت لعيب كوره
حرام عليك، ده انت لعيب كوره، فاول. ده انت لعيب كوره يا كابتن، ما انما ينفعش ضربه الجزاء ضربه جزاء، ما اختلفتش طيب. عليك. انت لعيب كوره يا عم انا بقول لك، لو انا شايفها الكوره على الارض استنى بس، وانا لمست استنى الكوره بس، ما لمستش استنى. ايد لا 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 الحارس لا لمست وخدت الكوره بالراجل. احنا مش كنا قاعدين اول ما دخلت قلنا ايه؟ قلنا فاول. جون. لا في الاول قلنا جون. قلنا جون. لما اتعادت من ورا الراجل واخد رجله بايده، يعني واخد الكوره الكوره على الارض يا كابتن، ماليش دعوه، الراجل حاطط ايده عليها كده يا راجل. ده الشناوي في ماتش المصري مش مسيطر عليها يابا، مش محضن عليها. طب انت عارف. طب استنى، في ماتش المصري الشناوي انت بتجيب لي ليه ايوه، ما انت حاجات مشابهه. في ماتش المصري عبد العزيز السيد ده اللي ما ربنا مش هيكرمه ليه يا كابتن؟ هقول لك ليه، ما ينفعش هقول لك ليه، هقول لك ليه. حكامنا لا لا وحشين، لا وحشين. ولون الفانيلا، لون الفانيلا بص، ما انت الكوره عندك وحشه في كده. ما انت دلوقتي عندهم اخطاء، قول لي عنده اخطاء. لا في اخطاء لا بتحصل. لا انا بقول لك، وعلى الاهلي وعلى الزمالك بص. لكن ما نشككش في حاجات معينه. يا حبيبي ماشي، بس هو مش ما اخطاش الكره. الشناوي هو اخطا وما لمسش حد، اتحسبت فاول ازاي؟ اديني انت عقلك. خطا ايه؟ خطأ. طب ما ضيع الفرقه، هيطلع الاهلي من كاس مصر. وارد. طب والخطا الثاني اللي هو حسين الشحات. البطولات بتيجي الفرق نتيجه اخطاء حكم، نتيجه اخطاء لعيبه في الفريق الاخر. انت مش عايز تصلح، احنا جايين عشان نصلح. احنا بنتكلم على الاهلي ونشوف. ايوه عشان نشوف كوره كويسه. طيب انت خسرت امبارح، الحكم خسرك في ضربه الجزاء، انا معاك. طيب مش دي كانت هتفرق؟ هتفرق. طيب ماشي. طب ما برضه كانت هتفرق. كابتن ما كانش في ضربه الجزاء برضه يا كابتن، بس يعني الحكم كان بيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي بعصبيه لا غير كده كابتن. ايوه عشان بيحكموا عليه بطريقه ما مفكرين ان هو حكم مصر. بس هو الحكم كان بيضيع وقت، هو اللي كان بيضيع وقت. مين اللي قال بقى؟ لما كان بيوقف الكوره دقيقتين وثلاثه وهو بيدي الفاول، اداك 10 دقايق هيعمل لك ايه؟ ودي الشوط الاولاني 5، ادي ربع ساعه شوط ثالث، وانا في كامل اموري البدنيه. انت وحش. بص هقول لك على حاجه. والله العظيم والله العظيم في حاجات حصلت قبل الماتش ده، لو قعدت لغايه دلوقتي تلعب. شوف من امبارح ماتش الاهلي كان الساعه كام؟ 9. النهارده الساعه كام؟ داخلين على 12 اهو. لو قعدت تلعب من امبارح لدلوقتي مش هتكسب، لان ربنا كاتبها مش هتكسب. ليه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا رضا عبد العال، كل محاولاتك اللي بتحاول فيها تهيج الجماهير على النادي الاهلي وعلى مجلس الاداره، انا بقول لك وبطمنك، كلها احلام واضغاث احلام يا حبايبنا. جماهير الاهلي عندها كل الثقه في اداره النادي الاهلي، وعندها كل الثقه في الفريق. مش معنى خساره مباراه او بطوله من مباراه واحده ان الدنيا اتهدت. احنا واخدين كل حاجه الموسم اللي فات، وكويس ان الخساره دي جت في اول الموسم عشان تفوق الفريق وتخليه ياخد باله كويس ويتواضع للكوره، ويعرف مكانه الطبيعي فين بالظبط، ويعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. ما يتعالاش على الكوره، ما ينزلش مباراه وهو واثق انه هيكسبها. لا يا حبيبنا، دي كلها دروس احنا استفدنا منها وهنستفاد منها. احنا بنستفيد سواء في المكسب او في الخساره، عشان بنقيم نفسينا صح وبنراجع نفسينا ومش بنكابر. والإدارة كلها شغالة لصالح الكيان وصالح الفريق. فكل محاولة منك باستماتة انك تهيج الجماهير على إدارة النادي الأهلي، بنقول لك اخبط دماغك في 100 حيطة وحيطة. إدارة الأهلي إدارة محترمة، كلنا بنحبها وبنأيدها وعارفين انها شغالة لصالح الكيان. موضوع سيد عبد الحفيظ وموضوع خالد بيبو موضوع يخص الإدارة في المقام الأول. ليه يا حبيبنا يخص الإدارة في المقام الأول؟ لأن مفيش إداري في الدنيا يستمر في موقعه وفي مكانه مدة طويلة بالشكل دوت. إداريا الكلام ده غلط، ده رأيي. مهما كان الإداري دوت على مستوى عالي لازم يخرج إداري غيره، والإداري دوت يترقى أو يروح مكان تاني. كل ده لصالح الإدارة ولصالح الكيان. حتى لو خالد بيبو لغاية دلوقتي ما ملاش مركزه في مكانه، احنا عارفين مع الوقت مع الخبرات والاحتكاك هيقدر يسد في مكانه، لأن وراه إدارة سنداه وجماهير عظيمة ساندة الإدارة وساندة كل واحد في النادي الأهلي في المنظومة. احنا عارفين إن الكل شغال طبقا لسيستم ومنظومة لصالح الكيان، مش زي أي التخاريف اللي في الأندية الأخرى. إدارة الأهلي هي الإدارة الوحيدة اللي موجودة في الدوري المصري تقريبا، الإدارة الوحيدة اللي محترمة ومحترفة بنسبة
تقارب 90%، ودي حاجة عظيمة جدا على مستوى الشرق الأوسط ومستوى أفريقيا، وبطولات الأهلي تتحدث عن ذلك. واستحواذنا على حقوق رعاية بمبالغ كبيرة وطائلة لجماهيرية النادي الأهلي ولبطولات النادي الأهلي ده دليل قوي على قوة هذه الإدارة. يا عم رضا يا عبد العال، في أي محاولة منك لتهيج الجماهير انساها واخبط دماغك في حيطة وحيطة. كنت أهلاوي أصيل، ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.